انا مش عارف اشكرك ازاي يا زمالك. كل امانه، يعني الاهلي في اسوأ حالاته، اسوأ حالاته يا ولد عمي، في اسوأ حالاته، والزمالك متصدر. حصل وربنا حصل، الزمالك متصدر والاهلي في اسوأ حالاته، بيكسب حرس الحدود بالضالين، بيطلعوا الروح، بنشفان الريق. حلو كده، حلو جدا. الزمالك يدينا هديه، يدي الاهلي المصري هديه على طبق من ذهب، يقول له بص يا اهلي، انا الدور ده ما يلزمنيش، الدور ده ما يلزمنيش، خد باشا اتفضل، عيش حياتك، الدور بتاعك، الورق ورقك، الدفاتر دفاترك، عيش حياتك، انا مش حمل المنافسه دي. يا زمالك، ده احنا عندنا ماتش انا وانت كمان اسبوع، عندنا ماتش انا وانت، وهنقابل بعض وهنطحن بعض المفروض وبتاع، واللي هيكسب هو اللي هيبقى بنسبه كبيره الدوري بتاعه والكلام ده. مش مهم يا اهلي، اهلي انت اخويا، اهلي انت اخويا، انت عارف يعني إيه انت اخويا؟ يعني لو ما وقفتش وقتك جنب الدقيقة اقف، ما وقفتش جنبك وقت الدقيقة اقف جنبك امتى؟ امتى؟ بكل امانة، يعني ميرسي بيكو، ثانك يو، الف شكر الف شكر الف شكر للزمالك المصري الجميل العظيم، اكبر قلعة رياضية، اكبر قلعة رياضية في مصر، على الهدية الجميلة دي للنادي الاهلي. وانا باسم جمهور النادي الاهلي بوجه كل الشكر والتحية للاعيبة الزمالك، لإدارة الزمالك، للجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا، مش هنقول أكتر من كده، على الهدية الجميلة والعظيمة دي. بس مش أكتر من كده، يعني مفيش أكتر من كده كلام يتقال. أما بقى بخصوص الأهلي المصري، يعني كفاية بقى خلاص بقى، يعني الموضوع خلاص بقى سهل أهو، صح؟ الزمالك موجب معاك واجب، الأخ ما بيعملش كده مع أخوه، صح يا باشا؟ ففوق بقى، فوقان شوية، فوقان بقى لأجل ربنا يا جدع، لأجل ربنا شوية فوقان، يعني ارحمنا، ارحمنا عشان احنا تعبنا بجد والله. انت مش موجود حبيبي اهلاوي، انت مش موجود، انت بتكسب حرس الحدود النهارده بالضالين، انت مش عارف تلعب، انت مش عارف تلعب. واحد يقول لي يا احمد في ايه؟ يعني كان عامل هجوم جبار منين؟ من انا اتجاه؟ من انا اتجاه؟ احنا ما عندناش، احنا ما عندناش بربع جنيه كوره، احنا بنحنكش، احنا بنحنكش. اي لاعب تلاقيه بيحزق على الكوره جامد تعرف ان هو بيحنكش في الاهلي حاليا يعني. طبعا اللعب برجوله مطلوب، وساعات كتير جدا بينقذك من مواقف، ماشي، بس انت في النادي الاهلي دلوقتي اي لاعب هتلاقيه هيموت نفسه، والله ده كده بيحنكش. ليه بيحنكش؟ مفيش، ما هو ما عندهوش، ما عندوش، ما فيش، بطلنا اللي يعطلنا، مفيش. ما هو اصل مفيش، اجيب لك منين؟ انا ما عنديش، لو عندي اديك والله، اجيب لك منين؟ ده حل، ده حل لسان مين؟ لسان حال ولا حل لسان؟ إيه لعيبة الاهلي ما عندهمش مدرب بيقول لهم اعملوا ولا سووا، مفيش تاكتكس، مفيش اي حاجه، مفيش خطه، مفيش لعب، مفيش طريقه، مفيش حاجه، مفيش حتى لعب في مراكز صح يعني. انا مثلا باك ليفت مثلا، بيلعبني جون، بيوقفني جون انت فاهم يعني ليه؟ مفيش حد بيلعب في مكانه، الدنيا بايظه، الدنيا بايظه حرفيا يعني. فمن اجل ربنا يا جدعان، لاجل ربنا يعني ارحمونا. إيه، الخطيب، كابتن بيبو، احنا استنينا كتير. موضوع المدرب ده بجد كفايه، كفايه بجد. شوف لنا حل بقى، هات يا عم اي حد، يا عم هات اي حد، هات حسين بدري، هات اي حد يقول لي ان العيال دي تلعب بس، مش اكتر من كده. يعني اي حد يقول لهم العبوا، اي حد يحمر عينيه، بس هي الفكره كلها في كده، ان في حد يبقى موجود يحمر عينيه بس، هي كل فكرتها في كده.
تحميرة عين. هتلاقيهم واحد بيشرب مخدرات، هتلاقيهم واحد بيشرب مخدرات، تكون عينيه حمرا دايما، فتمام، فهم قشطة، يخافوا منه. الموضوع صعب والله، الموضوع بقى صعب جدا يعني. الموضوع بقى صعب جدا واحنا زهقنا. احنا كجماهير للاهلي زهقنا بجد. الموضوع بقى ممل، الموضوع بقى لا لا، صعب صعب جدا كمان. صعب جدا. انا صعبان عليا وانا بتفرج على بيراميدز دلوقتي. اداء رائع يعني. انا لو من جمهور بيراميدز هبقى مفتخر بيهم النهارده. انا فين بقى من الكلام ده؟ انا النادي الاهلي يا باشا، انا النادي الاهلي، انا كبير افريقيا، انا كبير مصر. انا المفروض انا اللي كنت ابقى موجود النهارده. بلاش بقى خلاص الكرة مكسب وخسارة عادي. ما هو توفقناش في بطولة افريقيا اللي فاتت، فالمفروض انا يعني ابقى مغطي على الاحداث بتاعه الانتر كونتيننت. انا شايف بسم الله ما شاء الله نسبة البحث على ماتش بيراميدز والاهلي السعودي اهلي جدة عالية جدا. هتلاقي معظم جمهور الاهلي قاعد بيتفرج دلوقتي على بيراميدز مستمتع على فكرة. معظم جمهور الزمالك نفس القصة برضه. ليه؟ فرقة محترمة، فرقة بتأدي بشكل كويس، فرقة ممتعة. أهل الزمالك ما عندهمش، أهلي أو زمالك ما عندهمش والله. يعني حرام الفلوس اللي بتدفع في اللعيبة دي. ويجي لاعب يقول لك أنا عايز كذا، يا عم روح اتنين، يا عم روح اتنين. طب اعمل بالفلوس اللي انت خدتها الأول، يعمل بفلوسك بالفلوس اللي انت خدتها الأول يا راجل، وبعد كده تعالى اتكلم وقول أنا عايز ومش عايز. تقول لا شوية، تقول لا، ده الواحد زي والله. الواحد قبضه 1200 جنيه وانتوا بتقبضوا ملايين، ومش عاجبكم وبتدلعوا وبتتمرقعوا. الراجل ده شرف. سلام.